شوفوا واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد. الطفل في عمره 5 سنين يمد له في واحد القواعد خرج جبل هذاك الانسان عبد الله بن عباس. منين جات الشخصية القوية تاع عبد الله بن عباس؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، يعني كل شيء ربي ربي فقط ربي. احنا واش نديروا؟ انا اللي درت لك، وانا اللي ربيتك، وانا اللي قريتك، وانا اللي تعبت عليك، هو يتربط بيك انت. ولو كان الاب غدوه من غدوه يغلط غلطه، كاين اباء يغلطوا قدام اولادهم، يغلط غلطه، ولا الاب قدر الله سبحانه وتعالى يوقع في طلاق ولا شجار مع زوجته، مع ام الولد هذاك اللي كنت تتمنى عليه انت، او ان الولد يكبر يولي يحس روحه ما يحتاجكش، اول واحد يضحي به انت. اما كي تربطوا بالله، الله كي هو يولي مربوط بربي، ربي يقول له الاب تاعك تهلا فيه، وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ولن يكون بر الوالدين الا عن طريق التدين. لانه الكفار اللي نقولوا عليهم ما شاء الله ونقولوا عليهم متربيين ويهزوا الكارت من الارض يحطوا في القمامه اعزكم الله، ام يحطوا والديهم في القمامه ثاني، ام كذلك ام يرفدوا في والديهم يحطوا في القمامه. انا قدامي شحال من واحد قاوري يعيطوا له في المستشفى يقولوا الاب تاعك مات، قال ما راني خدام انا حرقوه ولا شوف يديروا له. هكذا يديروا قدامي، يديروا له هذه الطريقه هذه، يقولوا حرقوه انا ما نصرفش عليه انايا، يصرف عليه هو 40 مليون بدراهمنا ولا شحال باش يدفنوا. قلت انا والله ما نخرجها. يقولوا كي تكملوا تدفنوا انا نروح نقسم الدار ندي حقي ونجي رايح. فما يخسرش عليه باش نشوف وجهه. هذا الناس هذو منين على ما كاش بر الوالدين بلا دين، بلا ربي سبحانه وتعالى والدين تاع ربي سبحانه وتعالى ما كاش علاقه انسانيه. العلاقه الانسانيه لازم تكون على الدين، لازم وليدك يخاف من ربي، هو اللي قال له بر الوالدين، باش انت قد ما تتعوج وين تتعوج قال له ربي وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذولا كانوا والدين كافرين وراهم يقولوا لك كفر، فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا. كاش دين يدير هكذا؟ كاش دين يدير هذا الشيء هذا؟ ما كاش دين يدير هذا الشيء هذا.